الشخص اللي مش قادر يخرج من دماغك بيحاول يعمل حاجة انت لسه مش قادر تشوفها. في سبب ان الشخص ده بيظهر في أفكارك كل شوية، مش مرة ولا اتنين، لكن طول الوقت، بهدوء، بإصرار، ساعات بلطف وساعات بوجع. يمكن تفتكر ان ده مجرد خيال، يمكن تقول لنفسك لازم أبطل أفكر فيه. وبرضه مهما كنت مشغول ومهما الوقت يعدي، بيرجع في تفكيرك في اللحظة اللي مش متوقعها. ده مش صدفة، لأن الشخص اللي بتفكر فيه دلوقتي بيحاول يعمل حاجة أنت لسه مش قادر تميزها بالكامل. بيحاول يوصل لك، يفهمك، يكمل حاجة ناقصة جواه، أو يلاقي الشجاعة اللي ما كنتش عنده قبل كده. الرسالة دي مش خيال، دي حقيقة عاطفية عن الاتصال الخفي اللي بيتكون لما روحين يأثروا في بعض بعمق، حتى لو ما اتقالش ولا كلمة بصوت عالي. خد نفس عميق واهدى واسمع كويس، لأن لو الرسالة دي وصلت لك فهي وصلت بسبب. هو بيحاول يفهم أنت كنت بتعني له إيه بجد. واحد من أقوى الأسباب اللي يخلي حد يفضل في دماغك هو إنك غيرته. يمكن ما خدتش بالك، يمكن ما كنش قصدك، بس وجودك غير حاجة جواه. خليته يحس إنه متشاف، آمن، أو مفهوم بطريقة معرفهاش قبل كده. ودلوقتي بعد ما بعتوا بعيد أو ما عدتوش نفس الأشخاص، هو بيحاول يفهم ليه الفقدان تقيل أكتر من اللي توقعه. بيراجع حوارات في دماغه، بيحلل لحظات كانت شكلها بسيطة، وبيسأل نفسه أسئلة كان بيهرب منها. ليه كنت مرتاح جنبها؟ ليه كلامها فضل جوايا؟ ليه حياتي شكلها مختلف من غيرها؟ انت مش طالع من دماغه، لأن طاقتك بقت مألوفة، وغيابك دلوقتي بقى غريب. بيحاول يحطك في خانة واضحة، بس انت مش بتدخل في ولا خانة، وده اللي محيره. ثانيا، هو بيصارع رغبة انه يكلمك. مجرد انه مش بيبعت لك رسالة ما يعنيش انه ما فكرش يعمل كده. أقوى الصراعات بتحصل قبل أول رسالة تتبعت. كتب اسمك، كتب رسائل ومسحها، فتح صور وذكريات وقفلها. ليه؟ لأن جزء منه عايز يوصل لك، وجزء تاني خايف من اللي ممكن يحصل بعد كده. بيسأل نفسه، ولو ضيعت راحتها، ولو هي كملت حياتها، ولو قلت حاجة غلط. عشان كده ساكت. بس السكوت مش معناه إنه مش فارق معاه. السكوت ساعات بيكون خوف متخلط بالشوق، ولما تلاقي نفسك بتفكر فيه فجأة من غير سبب، ده غالبا وقت ما هو بيقاوم الرغبة دي أكتر حاجة. ثالثا، هو بيحاول يصلح نفسه الأول. في ناس مش بتبعد علشان مش بيحسوا حاجة، لكن علشان حاسين إنهم مش قد اللي حسوه معاكي. انت كنت بالنسبة له وضوح، عمق واحتمالات، وده خلى يواجه أجزاء من نفسه كان بيهرب منها. اكتشف إنه مش متعافي، مش جاهز، مش قادر يحب صح. بدل ما يواجه ده، انسحب، ومن بعيد بيحاول يبقى النسخة اللي شايف إنك تستاهليها. حتى لو عمره ما هيقول ده، بيحاول يبقى أقوى، أثبت، وأنضج عاطفيا. وساعات بيكون دافعه إن انت وريتيه هو ممكن يبقى مين. رابعة، هو خايف إن العلاقة دي حقيقية بجد. في علاقات تبقى خفيفة وعابرة، وفي علاقات تبقى خطيرة بصدقها. انت ما بسطتيهوش بس، انت كشفتيه، شفتيه من غير أقنعته، فهمتيه من غير كلام. والعمق ده جميل، بس مرعب كمان، لأن اللي يحس بالقوة دي يعرف إن الحب السطحي مش بيكفي تاني. العلاقات النص نص ما بقتش تنفع. التظاهر إن مفيش حاجة مهمة بقى مستحيل. فانسحب، بس دماغه ما انسحبتش. وعشان كده بتظهري في تفكيره وقت ما يتوقعش، في ليالي هادية، في لحظات نجاح، في لحظات واحدة بيحاول يقنع نفسه إن العلاقة ما كانتش عميقة كده، بس قلبه بيرد عليه. خامسا، هو بيحاول يسيبك بس مش قادر للآخر. إنك تسيبي حد مش زرار، ده عملية بطيئة ومش منتظمة. في أيام بيحس إنه خلاص نساكي، وفي أيام بيحس إنه حر، لحد ما حاجة تفكره بيكي، أغنية، جملة، ريحة، ذكرى.
وساعتها كله بيرجع. هو بيحاول يقطع الرابط، بس الحقيقة إنك ما كنتيش فصل، كنت نقطة تحول. ونقاط التحول مش بتتنسي. يمكن مش عايز يرجع لك بنفس الطريقة، بس مش قادر يمسح انت كنت مين في حياته. وعشان كده بتفضلي ساكنة، هادية، ثابتة في خلفية دماغه. سادسا، هو بيتمنى انك انت كمان تحسيه. في حاجة محدش بيتكلم عنها، ساعات حد يفكر فيك وهو بيتمنى انك تحسي ده، مش بعقلك لكن بإحساسك. بيسأل نفسه: هي بتفكر فيا؟ هي حاسة باللي بحسه؟ أنا لوحدي؟ ولما فجأة تفتكريه من غير سبب، ده غالبا لأن الرابط العاطفي لسه موجود. مش كل العلاقات بتخلص بنظافة، في علاقات بتتفك ببطء، وفي علاقات بتكمل لحد ما الاتنين يتعلموا اللي لازم يتعلموه. هو بيحاول يعرف هل الرابط لسه حي، مش بالكلام لكن بالإحساس. سابعة، هو بيستعد لقرار. كل علاقة مش محسومة بتوصل لمرحلة لازم فيها اختيار: سكوت للأبد أو كلام، ترك كامل أو رجوع صادق. الشخص اللي مش خارج من دماغك واقف بين الطريقين، بيوازن الخوف قدام الحقيقة، الراحة قدام الشجاعة، الوجع المألوف قدام الشفاء المجهول. انت في دماغه علشان انت المفترق. وحتى لو مفيش حاجة بتحصل دلوقتي، حتى لو الوقت طويل، المرحلة دي ليها معنى. لازم تعلم، تكشف وتغير. ايه معنى ده ليكي؟ الرسالة دي مش بتقولك استني، بتقولك افهمي. لو حد موجود بعمق في تفكيرك، فده لأن في حاجة كان ليها معنى، في حاجة اتغيرت، في حاجة فضلت ناقصة عاطفيا. حتى لو مفيش حاجة تاني هتحصل بينكم، مش دورك تجري ولا تتوقعي، دورك تثبتي في قيمتك. لأنه سواء رجع أو مرجعش، العلاقة أدت وظيفتها. صحتك من جوه، ورتك عمقك، ورتك قدرتك على الإحساس، وده عمره ما بيروح هدر. آخر فكرة: الشخص اللي مش خارج من دماغك بيحاول يعمل حاجة مهمة، بيحاول يفهم، يتعافى، يقرر، أو يبقى يشجع. بس وانت ماشية في طريقك، ما توقفيش حياتك. لو رجع، هيرجع علشان الاتنين جاهزين، مش علشان حد استنى في صمت. في علاقات بترجع، في علاقات بتتغير، في علاقات بتعلمنا إحنا مين. وكلها، حتى المؤلمة، بتحصل لسبب.